يوميات عائلة غزاوية مع لوزة موزة مصباح مفتاح. تابعونا مع مسلسل عائلة غزاوية على موقع كوكتيل لايف. السلام عليكم، شو طبخلنا يا ماما اليوم؟ طيب روح أول غير على المدرسة. ما انت عارفة يا ماما كرش أول. خليك بحالك يا ست موزة. والله رح تصيري زي بنت عمي، كرشك 4 أشبار قدامك. أنا؟ مستحيل، لا لا لا. محلو منظرك يا لوزة بيكون. بايخة، كل هذا مغيوظة مني. حظك يا لوزة، انت بتاكلي وما ببين فيكي. احسدوني عاد. شوف الهبلة شو بتحكي لماما. لا لوزة بدها قص لسان. يا ريت والله بتمنى. يما ايش طبخة اليوم؟ إجا والكرش الثاني. الله يسامحك يا حجة، يلا مقبولة منك. مصباح يمكن يصير زي البرميل، لا ومنجوزه بنت عمي كمان وبيخلفوا لنا براميل. متقل دمك، ايش حشرك انت؟ تجوزوا مين؟ وانا هاي اللي فرحين فيه انت واخوه. يا ماما اليوم سجلت بنادي رياضة تابع للوكالة ومجانا كمان بمدرستنا. ليش بدك تلعب رياضة؟ هو انت ناقصك؟ بدها تعمل رجيم عشان تحافظ على هالكسمات. الاشي الوحيد اللي ما بيقدر عليه البنات هو الرجيم. خليكي بحالك احسن اشي. كان سجلت بنت عمك معك كان كسبت فيها ثواب، حرام. طيب ما انا قلت لها وما رضيتش. هي مش عارفة أهمية الرياضة وإنها بتضعف كتير. يا سلام عليكم، بتهينوا بخطيبة مصباح، عيني عينك. ولك بس اهدي. بكفي تجيبوا بسيرة البنات. صحيح يما احكوا معها ولا بتظلم بحالها، خطيتها برقبتكم. والله بنحكي انا وامها بس على الفاضي. والله لو بتمارس الرياضة هادي بتصيري زيي. ناشفة صح؟ لا معصعي صح. ماما سبتيهم. لو بتصير عودة كمان إذا وقعتوها على الأرض بتنكسر. يا ويلي على اللي بيوقع تحت لسانكم انتو. إذا وقعت البقرة بيكتروا سكاكينها يا حجة. في مركز اسمه ابن النفيس بيقولوا كتير كتير شاطر، وفي ناس كتير بتروح عليه وبيستفيدوا وبينزلوا كتير من وزنهم. والله صاحباتي بيحكوا عنه. حكينا لها مش راضية. هبلة هي لسه صغيرة ومش عارفة انها بتخرب في جسمها. الأكل الصحي والنظام الغذائي الجيد له دور كبير بالرجيم. كمان الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا بالتأني بالطعام، إنه الواحد ياكل الثلث. وكمان شرب المية مع الأكل مضر كتير كتير بالصحة، والمفروض يا قبل يا بعد الواحد يشرب مية. والكولا والمكسرات والزيوت والدهون كلها مضرة بالصحة، سواء إنه الواحد بده يعمل رجيم أو لا. كولا؟ بدي كولا. فيش فايدة فيك يا لوزة. جينا لها بلوزة. أنا راح أحاول أحكي معاها وأقنعها بمركز ابن النفيس، لأنه الصحة أهم شيء بالدنيا. وزي ما بيقول ابن النفيس، من يذوق طعم النجاح لا يعود الفشل مرة أخرى. هذا غير جلطات القلب والأمراض زي الضغط والسكر اللي بيعملوا الموت الفجأة لا سمح الله، حتى لو كان العمر صغير. سامعة يا لوزة؟ خففي أكل أحسن لك، بتخافي تموتي فجأة. طيب احكي لحالك. لا يا لوزة ما تردش عليهم، كلي مطرح ما يسري يمري. مسك الأكل بجنن. مفجوعة عارفك. المشكلة ما بينش عليها مهما تاكل. طيب ضلكوا تتريقوا عليا.